بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أنا اسمي حتية محمود خليل من أضرار. أكتب هذه الرسالة يوم 2024 الموافق ل2 سبتمبر. أكتب هذه الرسالة لصناع القرار الذين أرجو أن يرفعوا عني هذا الظلم المسلط علي منذ 2017، والذي لم أسمع مثله منذ الأزل. برك هنا نهضر شوية بالعامية باش الناس تفهمني. واحد الناس يتجسوا عليا، يقراو لي أفكاري، يشوفوا لي واش راني نشوف، يعاودوا لي كلامي، نقول كلمة لا يسمعها واحد بعيد، يعاودوا لي أفكاري، يلحوا لي أفكار في راسي، يهضروا لي في التلفزيون. قالوا لي المهدي منتظر، وقالوا لي أنا رئيس جمهور، يعني على هذا النقطة بحثوا. يجيبوا لي صوت الوالي تاع ضرار العربي بهلول، وواحد يقولوا له سليمان بهاز، يجيبوا أصواتهم في أذني، يطيحوا لي الكلام، يسبوني. ما هي خطرة، ما هي زوج، ما هي 10، ما هي 20، كل يوم تقريبا. على كل حال يتحكموا فيا حتى وين نمشي، وين نجي، واش نخمم، واش يعني وليت كي الدنيا في ذهني. لا حول. ما أريد قوله أني لا أريد منصبا ولا جاها ولا مال. كل ما أريده هو العافية والاطمئنان. أسعى لحفظ كتاب الله، لكن ما يعوقني هو كثرة الأدوية التي أتناولها بمعدل 8 أقراص يوميا، يعني 8 أقراص في اليوم الواحد، والتي تسبب لي النسيان وقلة التركيز. وما يسوءني تعدي بعض الجهات الأمنية على شخصي كيوم 7 جانفي 2024، ومضايقتي أيضا بأشياء أخرى كالتعدي على سيارتي من جهة، ومن جهة أخرى لم يسمحوا لي بمقابلة وسيط الجمهورية، والذي أتردد عليه منذ مارس 2024. يعني كنت أتردد عليه منذ مارس 2024 إلى يومنا هذا، وما سمحوليش نشوف وسيط الجمهورية، وعرقلوا لي، ولحد الآن ما يخلونيش نشوف. على كل حال، وليعلم الجميع أنني لا أستطيع الزواج، فكيف لي أن أقارب زوجتي وهم يشاهدون كل ما أراه، ناهيك عن حالة النفس. على كل حال، يا حبيبي افرض نفسك في مكان أنت أو أحد من أولادك، تخيل أنه يعاني هذا الظلم منذ مدة طويلة. لو كان أحد مكاني لكان انتحر منذ وقت طويل. أنا لست بحيوان لأعامل بهذه الطريقة البشعة، فلو كنا في بلاد الغرب لتدخلت حقوق الحيوان وزال الأذى. فما أدراك بإنسان اشهد شهادة أن لا إله إلا الله، فهل يعقل أن تتم معاملتي بهذه الحقارة؟ على كل حال، في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر أحد مسؤولي ولاية الجزائر على مبادرته الطيبة، راجيا أيضا أن تؤخذ قضيتي على محمل جد. وفي الأخير أيضا لا يسعني إلا أن أشكر كل شريف مسؤول أو مواطن يدافع عن المظلوم، ويدافع عن كل ما هو جيد في هذه البلد. تحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم احفظ بلادنا. إن شاء الله تمر علينا هذه الانتخابات
سلامات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.